السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل اكل ما عملتهوش، يعني انا ما بعملش الحاجات الجمل دي خالص، بس كنت في السوق امبارح مع صاحبتي ولقينا ناس بتبيع وجبنه وكده وقلنا نجرب مع بعضنا. النهارده هعمل حلويات جملي اللي هي لحمة الراس الجملي دي، وهعمل كوارع، طاجن ورق عنب بالكوارع. انا سالقه الحاجات دي طبعا من بالليل، انا مش قادره اقول لكم، خدت عليها سوا كتير قوي، يعني من بعد الفطار لحد الساعه 1 بالليل وهم على النار. هتيجي هنا انا مقطعه البصل كده جوليان حلقات كده، جوانح. قطعت البصل جوانح، هنشوحه بس ندبله بس مع بعض مش اكتر. هقطع طماطمتين برضه ده طعم. اقلب البصله كده، اقلب البصل مع بعض. بصوا انا اكلت الحاجات دي في العجالي تحفه، بعشقها. اي حاجه تخص العجل بعشقها، بس الصراحه اول مره اجرب الجمل. هي حماتي بتجيب الكوارع الجمل دي على طول، حماتي بتجيب الكوارع الجمل دي على طول، عشان الغلو الجديد بقى اللي هم عاملينه، اللي هم مقطعين الكوارع الجمل دي وبيبيعوها بالكيلو. فانا ما كترتش، انا جبت حاجات بسيطه نص نص، قلت اجرب لو طلع حلو هنبقى نجيب مع بعض تاني وبقول لكم حلو ولا وحش الجملي في الحاجات دي. لو طلع وحش يبقى ايه، جربنا وتعبنا بس ان شاء الله يطلع حلو. بايدك انت وبنفسك وبطريقتك بتخلي الحاجه حلوه. انا سلقتهم امبارح والله خد وقت طويل، يعني انا فطرت وقمت علقت عليهم، مفيش ساعه واحده طفيت عليهم، وسبتهم كمان يكتموا في البخار بتاعهم عشان يستووا اكتر. انا هنا بعمل طاجن حلويات. الحلويات دي عباره عن لحمه راس. في ناس كتير يا وخي وما بتحبش الحاجات دي، انا بحبها. جوزي ما بياكلهاش، جوزي بياكل كوارع بس وما بياكلش الحلويات. انا بحبها، اخواتي بيحبوها. دبة البصله على ما تبدا البصله اقطعها كده طماطميتين، طماطمايه طايه كبيره. البصل دبل اهو، حط عليهم فصين توم بس بالعدد، يعملوا بس ريحه كده للاكل. حط فصين توم. مش عارفه حاسه الاضاءه بتاعت الكاميرا دي. منطقيه ريحه التومه تطلع بس كده. حد يقول لي يا جماعه الاضاءه ايه، حلوه ولا وحشه ولا ايه بالظبط؟ اهي كده اهو. ريحه التومه طلعت. مقطعه طماطميه كده بس اهو. ما بحبش البلانشة تقعد تجيب ومتبقاش نضيفة، بيمسك فيها كل حاجة. هقلب كده مع بعضيها. تمام. فلفل أسمر، جوز كتير، رشة جوز كتير. يبقى أنا دبلت البصلة، بعد ما دبلت البصلة جبت عليها بالتومة، التومة الحيطة طلعت، رحت نازلة عليها بطماطمية كبيرة وفلفل أخضر وقرنين فلفل أخضر
وشوحتهم مع بعض كده، حطيت ملح وفلفل وجوز كتير، اقلبهم كده. انا مش بسبك، انا بدبل بس، انا بدبل الخضار مش بسبك عشان يبقى شكله حلو في الطاجن. لحمه الراس بتاعتي كده اهو. كده شويه ميه صغيرين واغطيها بقى وناخد بمية ورق العنب مع بعض. سيبها بقى ايه تاخد وتدي مع بعضها شويه قبل ما نحطها في الطاجن. تدي مع بعضها شويه. هنيجي هنا بقى في ورق العنب. تعالوا مع بعض نعمل ورق العنب مع بعض. طلع الكوارع، خليني اقطع طماطميه كده في قعر هقطع في الطاجن كده من تحت طماطميه كده. اهي الحلويات عملناها اهي، نحطيها في الطاجن. وادي الطاجن هندخله الفرن عشان شكله حلو قوي. ده شكله جميل قوي وريحته تحفه. انا قاعده دلوقتي ابتديت اهو احشي في ورق العنب. انا الصراحه سلقت الورق بوضف فيه وانا بحشي لان مفيش وقت خالص. بفرد ورق العنب كده بشويه خلطه واتني الجنبين والف على طول. عايزه اوريك بص ورق العنب هو عامل ازاي. بصوا هبص كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت الكوارع في القعر بس كده. حسب الورقه بقى بتطلع معايا كبيره صغيره. انا مش هعمل كتير، انا هعمل الطاجن الصغير ده عشان الاكل الصراحه بيقعد، لما بيقعد وبيبات ما بيتاكلش حرام.
كميات كبيره قوي زي دي كده بقسمها. عايزه اقول لكم انا سريعه في ورق العنب، في الكروم هبله قوي، ما بحبش اعمل في الكروم. صور العنب اللي انا جايباه ده بناتي حلو، طالما ورقه العنب حطيتها في الميه السخنه وبقى لونها كموني كده، بعرف على طول ان هي بناتي. انا سايبه كل ده البوتاجاز والع مش واخده بالي، بعرف على طول ان هي بناتي. ورقته صغيره مش كبيره. بصوا اهو، بصوا هخلص الطاجن وارجع لكم. خلصنا طاجن الورق العنب، شايفين لفيناه عامل ازاي. احط عليه، انا بغلي الشوربه اهي، شوربه الكوارع، وفلفلت واحده مكعب مرقه على الوش كده، الوش كده، واحصر ليمون، عصره ليمونه، واقطع شرايح ليمون كده على الوش. وادي الطاجن بتاعنا، هندخله هنديله غلوه على النار وبعد كده ندخله الفرن. تعالوا مع بعض كده نعمل الويكه. الباميه الويكه انا بقطعها كده زي ما انتم شايفين كده، حلقات كده، احطها على الشوربه، احطها على النار تستوي. مش عارفه الميه قفلت ليه. معاهم مكعب مرقه، الشوربه عليها شويه حاجات. حطيت طاجن ورق العنب يغلي وهدخله الفرن، والباميه هنا هتغلي، هحط معاها فصين توم نيين. لما تستوي الباميه تستوي وتتهرس وافركها كده الاقيها بقت ناعمه، هعملها طشه زي الملوخيه ونرجع مع بعض تاني لما نخلص. شايفين الباميه؟ شايفين الباميه؟ هي بص بتبقى تخينه كده، كل ما تستوي المفروض بقى في مفرك، بس انا الصراحه ما عنديش مفرك، فانا بالشوكه بقعد اهرس فيها. حتى لو طبعا حته شطه هرسه حمراء ازاي طعمها حلو قوي مع حته سمنه هرس، هفضل اهرس فيها كده، اقلبها كده لحد ما تستوي. لما تستوي هعمل طشه زي الملوخيه، هرجع لكم تاني. ادي الباميه اهي، فركتها، انا ما عنديش مفرك، استخدمت الشوكه دي على اساس ان هي مفرك اهي، فركتها كويس اهي، بقت ناعمه خالص اهي. حمر لها تومه طشه زي الملوخيه، طشه زي الملوخيه، حمر
اسمها باميه صعيدي، باميه ويكا، بيعملوها الصعايده. دي باميه ويكا، تبقى خفيفه وطعمها حلو قوي، بتبقى مسكره جدا. هنكون هنسيبها تحمر. تاجي الورق العنب قرب يخلص، انا حطاه في الفرن. تاجي من لحمه الراس خلص طبعا، الطاجن بتاع لحمه الراس خلص. فاضل ورق العنب بس هو في الفرن، وفاضل بتاع ربع ساعه على المغرب. على ما يخلص ورق العنب ان شاء الله هنلحق فطارنا وهنجهز كل حاجه. متنسوناش بقى في اللايك وفي الشير. قولوا لهم يا رودين اعملوا لايك شير كومنت سبسكرايب وعلى زر الجرس عشان قناتي توصل 100 مليون مشترك. يا مسهل، يا توصل 100 مليون مشترك يا رودينا. احنا طالبين ال 1000 مشترك بس دلوقتي. 100,000. احنا طالبين ال 1000 مشترك يا رودينا، وانت طماعه قوي. وما يفتح حمار برضه ايه، هوقف عشان الفيديو كده هيطول عليا قوي. حطينا الطشه بتاعت الباميه، طشه الباميه. طلع بقى قدنا، خليها تغلي بس التومه تغلي شويه ان هي ما تبقاش عامله زي الملوخيه بالظبط، بس باميه بدل الملوخيه باميه. جربوها واقسم برب العزه تحفه تحفه. باميه الويكا دي حلوه جدا. ايه يا يوسف؟ بنحط لايك يا ماما. ازيكم يا حبايبي عاملين ما ايه؟ اقدرش قدام الكاميرا. انا بكلم نفسي عشان ازاي في الحته دي. طبعا انا عارفه يوسف هو اللي غالبني في الاكل. ادينا خلصنا الباميه. طلع الطاجن ورق العنب وهغرف واوريكم. وده كان فطارنا النهارده. ورق العنب طلع خلاص اهو من الفرن، وحطيته مع الصينيه الصراحه انه سخن قوي مش عارفه امسكه. وادي الباميه الويكا، ادي الباميه الويكا، وادي طاجن لحمه الراس. طلع واحد، طلع لكم صباع ورق العنب اوريكم عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا صباع ورق العنب عامل ازاي، بصوا 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 الرز بتاعه عامل ازاي. هو المغرب أذن يعني ابتدي اطلع لهم. تحفه تحفه. واستنوني في وصفه جديده مع منى، مع مطبخ منى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وباي باي.